السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة الأخت سميرة الخير. الله يعطينا ويعطيكم الخير. بزاف الأخوات شو عندنا في هذا العيد، منهم خديت فكرة بزاف باش نتكلم عليها، وهما طلبوا مني نتكلم على هذه القضية هذه. الظروف والأغلال مع المواد كلها زادت، والكرا ولا غالي، السكنة ماشي بالساهل، والراجل مسكين تيكون خدام هذيك 100 درهم في النهار أم 70 درهم في الأحياء الشعبية. وبزاف النساء كنقولها لهم وجاو عندي بصح قالت لي الاخت ديالي بغيت نخدم ما عندي لا صنعه. علاش مازال بنتي تعلمي الصنعه؟ علاش؟ شحال في عمرك كاع؟ مهما كانت تعلمي الصنعه، الحمد لله بلادنا عندنا ديور الشباب، عندنا نساء كيتبرعوا، عندنا بزاف الحوايج. مازال تبحتي تعلمي الصنعه؟ مازال تعلمي تقراي محاربه الاميه؟ علاش لا؟ يكون عندك الرغبه. ما تقوليش غنطول عاد نتخلص غنصرف نعاون راجلي على وليداتي. لا، راه الا كان عندك الرغبه والعزيمه راه 3 شهور تكوني خياطه. راه 3 شهور تكوني خياطة الحمد لله. تعلمي النقش، تعلمي تصايبي الحلويات في دارك وتعاوني راجلك، تعلمي تشدي الصنيعة من عند الخياط وتجيبي لدارك وديري مكنة في دارك وتبدا تعاوني الوليدات ديالك. ماشي عيب. حنا واحد المثال كنقولوا في الدكانة عندنا، حنا عندنا الدكانيات، عندنا واحد المثال: الا جات عند الرجل لقات عنده غير حنا نقولوا قبة، غير صالة كتبغي العام الجاي دير صالة أخرى، وجات ولقات عنده مثلا تاكتور في السن ديالي انا فاش كنت كنعيش تما اللي كنشوف. وكنت هذاك الشيء علاش حنا الحمد لله جينا قويات وكنخدموا وكنبغيو الحمد لله من لا شيء كنديروا شيء. هكا المرأة المغربية بنتي، ماشي نتسنى راجل مسكين. علاش شحال قدو يكافح بوحدو والزمن صعب؟ شحال هكا نتعلموا كما كان يقول لنا البا الله يرحمه: تعلموا الصنعة تفيدكم، تعلموا الطياب يفيدكم، تعلموا اي حاجه. خياطه تعاوني براسك، طباخه تعاوني راسك، حنايه تعاوني راسك. ما نتسناش بزاف الحوايج ما ديرهم المراه، وخصوصا المراه المغربيه. ما نخفاش عليها خافيه الحمد لله بدراعها مقاومه. ولكن اللي حكم علاش جاو عندي دابا في العيد ما كساوش وليداتهم بزاف. وقلت لها علاش؟ قالت لك بنتي ما كنخدمش، الراجل خدام ب 1400 ولا 100 درهم. الاخت سميره حنا ما كنخدموش. وريتها قلت لها: شوفي بنتي، النصيحه ليا ولكم، ولكن انا كنصح بزاف. راه الصنعه لا ما غنات تعيش ولا ما عيشت تزيد في العمر، كما قال لي با رحمه الله. الصنعه علاش تزيد في العمر؟ اللي جا كتخيطي لي بياتك ولا يرحم الوالدين الله يزيد في عمرك. كذلك لا تعلمتي طيبي راه الكوموند تصيبيه في دار. بالنسبه للاخوات اللي تيقول لك حنا ما نقدروش نخدموا، ما عندناش امكانيات، ما عندناش لا ماتيريال، انا فعلا جاتني هذه الفكره وعملتها انا والاخوات. راه ما كيسمعوني في دار القران ومتابعين صحاباتي، يعني حنا بيناتنا، حنا 3 الناس جمعنا 3000 درهم على هي 5 الاسر، منهم 3 خدموا 2 عاكزات. علاش؟ استمراريه ماشي في الكلام. كنبغي بناتي المغربيات يستمروا. علاش؟ ما الحلويات صعيبه، الكوميره اللي خدمتي وخرجتي تبيعي الملح ماشي صعيب. حنا بلا شرينا دوك الفرارن وقلت لها اصلا راه سهل، حنعطوك فرن مده عام تجيب لنا شنو عملتي في هذه السنه هذه. هاد السنه واش درتي فيها شي راس المال؟ هاد السنه واش خدمتي فيها فعلا؟ كان النتيجه عندنا. هي حنا بدينا ب5 السيدات من ديال الفران، وبدينا ب3 ديال المواكن. السيدات خدموا 3 جابوا لي النتيجه، اما 2 عكزوا. علاش عكزوا؟ ما عندهمش العزيمه. معاك يتكلموا، انا كنبغي بناتي يديروا العزيمه على العمل. ما مادام لقيت راسي واحله ما نتسناش كل عام الاحسان. لا، فعلا الا كانوا وليداتك قل من 7 سنين وقل من 10 سنين، هذيك واجب الانسان المغاربه يتعاونوا بيناتهم، يعاونوا ديك الارمله اللي عندها الوليدات ما قادراش تخدم. ولكن الا كانت عندك الدار عريضه، راه غير في الكوزينه، غير في الكوزينه ديري المشروع ديالك، غير في كوزينتك تجيبي الفران وديري الحلويات وتخرجي تبيعيهم وتعرفي وديري الاشهار على راسك ويجيو الناس وكومونديو لك عندك. ديري خبز زوين، خدمي بالنيه وبالصدق وتوكل على الله. ومن توكل الله فحسبه. اخوات ديالي، راه من توكل على الله حسبه. بحال السيدات مساكن اللي هما رجاو بزاف وتيبكيو مساكن على الكسوه ولا لا، الا انا بكوني وبقى في الحال. ولكن اليد قصيره والعين بصيره، وكنا فرقنا داكشي اللي عندنا وبقاو هادو بلاش وبقى فيا الحال. وقلت لهم خرجوا تخدموا. فعلا وحده والله العظيم الا سمعت مني بزاف وقالت لي كوني على يقين نبين لك هاد السيمانه العمل نبدا نخدم. كيما نقول لكم راه ماشي عيب المراه تعاون الزوج ديالها، والله ما عيب. راه في دارك تعاوني، ماشي تتسني تمشي الشركه ولا تخلي وليداتك ويخرجوا للزنقه ويتشردوا. لا، في دارك. اختي ديري الطرز في الدار، والعمل الحلويات في الدار، والخياطه في الدار، كلشي كيدار في الدار. بزاف ما يدار في الدار بزاف. وسبحان الله الصنعه بحر والطياب بحر، وتدي الكوموند وتجيبيه لدارك وتخدميه وديه ووليداتك حداك. راه غير ساعتين تخدمي فيها تبارك الله خير وبركه. تنوض انسان ينوض بكري
ويستعمد على العمل. ولا الا ولفتي الفيقان بكري كوني على يقين بزاف تاع الحوايج غتوفروا لك في الدار وعاد ديريهم. نسا تفيقي حتى 10 ولا 11 وليدات يمشيو يقراو، وهذا جاي بلا فطور وهذا غادي بلا كاسكروط. لا فقتي بكري برمجتي الوقت ديالك وفقتي بكري كوني على يقين غيبقى لك الوقت اللي ديري فيه مشروع مزيان، المشروع اللي يفيد لك الوليدات ديالك، المشروع اللي غادي يرد عليك بالنفع. حتى الراجل تا واحد تريحي من واحد الناحيه، لا عاونتي على راسك، هزيتي كسوتك وهزيتي شي حوايج ديالك راه تعاوني راسك. كاين واحد الناس الله يسامح لهم، انا ما كنظنش كلشي يقول لك حنا ما نعاونوش الراجل، وانت عارفه النهار الاول خديتي كتشد 1400 في النهار بغيتي ما تعاونيش. انت النهار الاول صادقتي على داك الزواج بلي خدام 100 درهم في النهار وعايش مع والديه، لازمك تصبري بنتي. مادام عايش مع والديه وما عندوش السكن وما يقدرش يوفر السكن، قبلتي تزوجي به الا اما تخرجي تعاونيه بزاف. العيال تحيه لهم من هنا وترفع لهم القبعه، يعاونوا رجالهم وعملوا الديور وصابرين الحمد لله. كاين اللي تعاونوا في الدار، كاين اللي كتعاونوا هو عير جاي تاني بزاف د الحوايج ما كتوفروا ليه. بزاف الاخوات كيجيو هنا مخاصمين وكتولي تمشي بيه تشكي بيه. ولا انت قبلتي على المشروع داخله عليه كما شفتيه مباشره. حنا بالنسبه للطلاق في البلاد ترافع بزاف، ولكن الظروف احكام وما كنعذر اي وحده واي واحد، ولكن كيبقى على من قل من سبه. هذا هو اللي ما نبغيش في المجتمع ديالنا في المغرب ديالنا. بزاف الاخوات على الاقل من هي كيمشيو كيتعرضوا للشكايات وكيتعرضوا للمشاكل. هذا غلط. الاخوات ديالي نصيحه من عند اختكم من الاخت سميره غير الخير، انا في النصيحه ديالكم، وان شاء الله من بعد راه باغا نبدا نعلم الخياطه عن طريق الواتساب وعن طريق القناه باذن الله عز وجل. وكل ما تبغي تدخل عندي مرحبا بها، وانا ان شاء الله اللي غنعاون بها بزاف هي الصنعه. نبدا نعلمك وان شاء الله انا سريعه في التعلم وعندي رغبه نعلم الناس بزاف، انه هو من الصدقات الجاريه. الا ما مات ملاقى بني ادم تقضى عمله لثلاث: ولد صالح يدعو له، او قرايه القران، او مبير. هاد الصنعه هي من العمل الصالح ومن الصدقه الجاريه. وانا ان شاء الله باذن الله باغا نعلم هاد الصنعه باذن الله. بناتي كلكم خواتاتي، والرجال الله يخلي لنا المغارب ديالنا والرجال ديالنا والنساء ديالنا. وهذا نقاش بزاف الاخوات قال لي تكلمينا عليه، وانا كنتكلم ماشي عيب، واخا ديري 40 عام راه مازال تعلمي. نصيحه واخا ديري 50 عام مازال تعلمي، حيت ماشي الا كان عندك الرغبه والافكار الصحيحه ودخلتي على التعليم راه 3 شهور كنعطيك كارانتي تكوني معلمه السورجي بيكوز كونتوس. كوني على يقين هادو راه تعلمي الماكن وتبداي ديري المشروع ديالك في دارك وتجيبي السلعه منها، تهودي المحلات اللي كيديروا الخياطه والشركات الصغار ويعطوك الكوموند وبداي تخدمي وترديه لهم. كيتسمى لا فاصون، ماشي عيب. كان عندك مثلا دار فيها 3 بيوت تخصصي بيت خاص للعمل والله وتخدمي، تبداي بدرجه 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 وانت غاده وافكار كتطور والخدمه كتجدد والكوموند كيتزاد والافكار كتزاد حتى تولي دايره ان شاء الله المحل الكبير، وتولي انت من الخياطه الكبار، تولي من الطباخه الكبيره، تولي من مولات الافكار مولات المشاريع، وتولي عندك واحد الرغبه. الا تبركتي في الجماعه معلمه ماشي باركه لا صنعه لا قرايه لا افكار. كيفاش بتكوني العائلات كل مجموعه كيتكلموا اشنو كيديروا في حياتهم وحده هي البركه. هذيك ما نبغيهاش لك اختي المغربيه، والله ما نبغيها. تحيه لكم اينما كنتم المغربيات النساء الحرات اينما كنتم وارتحلتم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في الاخت سميره غير الخير، يعطينا ويعطيكم الخير. تحيه طيبه للجميع المغاربه اينما كنتم وارتحلتم.